امبارح طلعت اتكلمت قلت انه محمد صلاح اللي بيحصل معاه ده عيب جدا جدا. والراجل طلع مستاء جدا من طريقه تعامل سلوت معاه وطريقه تعامل اداره ليفربول معاه، على عكس الجمهور. الناس في انجلترا نوعين، انجلترا جمهور ليفربول في كفه، والجهاز الفني والاعلام والجهاز الاداري او رئيس نادي ليفربول او رؤساء مجلس الاداره في كفه ثانيه. الاثنين دول تناقض مرعب. احنا هنا في مصر مثلا همثلها اهلي او زمالك او اهلي، اي لعيب اسطوره بتلاقي الجمهور بيفضل مخليه اسطوره ايا كان قراراته ايه. طلع انفعل على مدير فني، طلع قال لك مجلس الاداره مش عايزني ابطل، شيكابالا بطل لسه اسطوره، بوتريكا بطل لسه اسطوره. فالحته دي بالذات انا عايز اعرف منك، يمكن محمد صلاح ليه كريدت كبير قوي، وعارف اللاعب اللي مهما كان حصل ايه وعدى عليه اجيال وشايل الفرقه، بيجيب تشامبيونز ليج، بيجيب بريمير ليج، بيجيب الجولدن بوت اكتر من مره. الموسم اللي فات عامل ارقام خزعبليه. شيل ارقام محمد صلاح من الموسم اللي فات، ليفربول تحت. لا يعني هو السنه اللي فاتت هو اللي مدي ليفربول الدوري. يعني هو انت لو شلت صلاح من الايكويشن اصلا ليفربول كان هيطلع بموسم حوالي 35 جول او 40 جول، سيزون صفري، اكتر من 40 جول. انت خرجت بره الشامبيونز ليج، خرجت بره اف اي كاب، كوميونتي شيلد، يعني اي كاراباو خرجت كل حاجه انت كنت بتنافس عليها خرجت منها. الحاجه الوحيده اللي فضلت تكمبيت عليها وهي اخدتها كانت الدوري، بسبب ان صلاح هو اللي كان اكتر كونتريبيوشن، يعني عنصر في الفرقه، هو اللي بيأدي، هو اللي كان شايل الفرقه. بغض النظر بقى مين اللي كان بيلعب جنبه، بغض النظر مين اللي بيلعب تحتيه، اتغير عليه على مدار ال8 سنين دول فرقتين يعتبر. يعني شوف صلاح بدأ مين بيلعب جنبه، وبعدين دلوقتي مين اللي بيلعب جنبه. يعني انت بدأت بصلاح وماني وفيرمينو، عدى عليه بقت صلاح ودياز ونونيز، وبعدين دلوقتي بقى صلاح وإيزاك وفيرتس وسوبوسلاي. فاهم؟ لو انت شايف دلوقتي او الناس شايفه بره ان مثلا الفرقه كلها عاليه او الفرقه كلها في التوب فورم وصلاح الوحيد اللي وحش، ابقى متفهم النقد اللي بيجيله. لكن الفرقه كلها لا، وبعدين انت عايز تقنعني الفرقه كلها ضايعه. نمسك اخر ماتش ليدز، هو يعني وجود محمد صلاح في ماتش زي ده كان هيخلي ليفربول مستوى اقل؟ لا بالعكس طبعا. انت عندك حل هجومي من احسن 10 لعيبه في العالم، مش 10 اجنحه في العالم، من احسن 10 لعيبه في العالم. حل هجومي ينزل معاك، انت كده ما هو من غير صلاح وتعادلت. الفكره في اللي انا عايز اقوله لك انه هو فجاه كريدت صلاح كله تحس ان هو اتبخر فجاه. الاعلام مش مقدر. هو طلع الراجل امبارح اتكلم قال لك على هاري كين، قال لك انا اسف ان انا بمنشن اسمه، لكن انت قعدت 10 ماتشات ما بتسجلش جول. الاعلام كان بيقول له هتسجل وهتجيبه وهترجع. انت محمد صلاح دلوقتي مين معاه؟ مين بيعمل له ايه؟ سيبك من هاري كين، تعالى نمسك يعني عناصر موجوده في نفس الفرقه وعاشت مع صلاح ال8 سنين. واحد زي فان دايك دلوقتي بيقدم ايه؟ طب ما هو بيعمل ايه؟ تخسر تعادل امبارح، بيعمل ايه؟ بيعك. وبالعكس ده غلطته بتعمل كوارث. يعني لو انت هتحط صلاح في كفه وفان دايك في كفه، فده مثلا بيجي له اوقات يا باشا ده خط هجومي، ده خط ده بيجي له اوقات بيبقى توب فورم، وده بيجي له اوقات توب فورم، ده بيجي له اوقات بيبقى واقع، وده بيجي له اوقات بيبقى واقع. بس لما ده بيقع غلطته عامله ازاي، او عيب على الفريق بيبقى عامل ازاي. ولما فان دايك بيقع بيعمل ايه في الملعب؟ فان دايك بيعمل كوارث. انت شايف خط الباكات بتاع ليفربول عامل ازاي؟ كل ماتش بيروح يقابل بضهره ويجنح وما بيقابلش وما بيلعبش وبيلعب فولي في الماتشات. ورغم ده هل انت شفت حد طلع انتقد فان دايك؟ هل شفت حد طلع اتكلم ولا جاب سيرته؟ وانا ما بحبش اعلق الشماعه دي، بس انت شايف العنصريه نوعا ما بيواجهها طبعا يعني هو بيواجهها مش بس على مدار 7-8 سنين. احنا نعرف يعني ناس مقربين لينا عايشين في انجلترا، وبنعرف ايه اللي بيحصل في انجلترا. ان هي انجلترا بلد عنصريه جدا. مهما انت عملت اسمك وشكلك ودينك والعرق بتاعك، مهما انت عملت لهم هيفضل عنصر مؤثر في حبهم ليك. انت عشان يحبوك ويهتفوا باسمك كان صلاح لازم يعمل حاجه خارقه. يعني صلاح كان لازم يعمل سيزن خارقي زي اللي حصل السنه اللي فاتت ده، علشان يقول لك صلاح احسن من فان دايك. لكن على مدار ال7 سنين والمنافسه اللي كان بياخدها مع فيرمينو وماني وهاري كين في البرايم بتاعه، كان دايما يقول لك ايه؟ لا فان دايك. لا هو صراحه الموسم اللي فات ما هو هالاند بيلعب، هالاند مهاجم خرافي. طب ما هو خد منه الجولدن بوت وجاب وخد هداف البريمير ليج وكسر ده. يعني كل النجوم اللي بتطلع في البريمير ليج، انا جناح مش مهاجم، جناح مكسر الارقام دي كلها.
فجاه اتبخر. ومش بس جناح مش مهاجم. مين بيلعب كتير؟ مين بيلعب؟ انت عرفت الابديت النهارده ان هو مش رايح ايطاليا. ايه بقى ده؟ يمكن هو طلع قال لك انا قلت لامي تيجي الماتش الجاي في الدوري عشان انا بعدها مسافر كاس الامم واحضر الماتش، مش عارف الدوري ولا تشامبيونز ليج كان ده قصده. لا الدوري ماتش برايتون. وقال كمان انا مش عارف هي هتحضر الماتش انا هكون على الدكه ولا هكون في الملعب، بس تعالي احضريه عشان انا مش عارف الايام اللي جايه هتكون ايه. هو مش صلاح مش عقليته وشخصيته اللي هو بيلوي الدراع، بس هو بيبين رساله انه ممكن يكون اخر ماتش ليا في انفيلد، يعني ممكن يكون اخر ماتش ليا في ليفربول. هل الرحله دي بكل الايام واللحظات العظيمه وذا ايجيبشن كينج اللي كان الجمهور بيتغنى بيها والانجازات اللي حصلت الثمان سنين دي فجاه كده، يعني العلاقه دي هتنتهي فجاه كده؟ فجاه ان هو هيز اوت، وفجاه ان انا مش بلعب، وفجاه ان انا رايح كاس الامم، ولما ارجع ميبي ام اوت اوف انفيلد. يعني مش عارف، حاسس في حاجه غريبه جدا في علاقه اللعيب بالنادي دي. طيب من البريمير ليج تشامبيونز ليج خلاص يمكن. بس يعني تاني انا عايز قبل ما نقلب، الاعلام مش شايل صلاح الليله دي كلها لوحده. واحد زي جيمي كارجر كان شفت اللي هو تطلع له بيخرف بجد. واحد زي جيمي كارجر ده وبول سكولز، علشان دول بيور انجليز. تاني هو انجليزي مهما انت عملت، انت هتفضل في عيني في حته معينه، وبيفضل فيه حقد وبيفضل فيه كراهيه تجاهك. ودايما عمر ما جيمي كارجر كان بيطلع يأيد صلاح في اي حاجه، في اي انجازات. هو طلع قال لك صراحه، قال لك انا عارف ان بكره جيمي كارجر ايوه، عشان هو ويطلع انت عارف ايه اللي هيطلع يتقال، انت عارف اللي قدامك ده بيفكر فيك ازاي، هو شايفك ازاي. بس اللي مسكته الارقام اللي انا بعملها والتاثير اللي انا بعمله في الفرقه. هو بيحب ليفربول، فهو مبسوط ان انا بكسب ليفربول. بس اول ما صلاح ده يقع، او اول ما صلاح ده يبقى اوت اوف فورم، لا يعني مش هعتقه. انا مش عارف المشكله هتخلص على ايه، بس انا اللي متوقعه ان صلاح هيكسر الدنيا في كاس الامم الافريقيه. صلاح هيكسر الدنيا مع منتخب مصر عشان عنده جول، هيبقى عنده ريفنج كده، عايز ياخده وعايز يثبت. انا صلاح وانا هعمل. وعلى فكره هو صلاح فعلا لعيب مؤثر جدا 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 مهما كان. انت طب انت تتوقع مثلا ان هو لو خرج في يناير ممكن يروح فين؟ يعني انا مش شايف، انا كمينة مش شايف صلاح، مش متخيله لابس كت تانية او فرقه ثانيه غير ليفربول. يعني انا بس هو في يوم من الايام كنت بتمنى لما جاريث بيل مشي من مدريد، قلت ياه دي صفقه الموسم انه صلاح يروح يلعب في مدريد ومعاه فينيسيوس، وكان ساعتها بنزيما لسه موجود، ما راحش، كان لسه موجود قبل ما يروح السعوديه. فانا بالنسبه لي دلوقتي حالا في الفيز دي، خد بالك صلاح مش كبير، صلاح 33 سنه تقريبا، مش كبير خالص، مش كبير خالص. اللي بيجي يتكلم صلاح لسه معاه 38 سنه 39 سنه، عقبال ما تقول ان هو مش قادر ينتج. انا مش بقارنه بلعيبه تانية، ميسي ورونالدو دول حاجه على جنب، لا بس ديفولت الكوره 38 سنه 37 سنه خلاص يبدا رتمك يهدى، يبدا الارقام انت ما بتقدرش تكسر ارقامك مره ثانيه. لكن انا دلوقتي مش مقتنع ان اصل هيروح فين. يعني هو واحد كسر الدنيا في روما، راح خرب الدنيا في ليفربول، فشايف الاقرب ليه هيبقى الدوري السعودي. خلاص هيبقى بيلعب فور فن. انا كنت قريت كذا حاجه ان هو مش محتاج فلوس كمان. بس انا برضو شايف رونالدو ما كانش محتاج فلوس لما راح النصر، ماني ما كانش محتاج فلوس لما راح النصر، لعيبه كتير جدا، فيرمينيو ما كانش محتاج فلوس لما راح السعوديه، لعيبه كتير. هو صراحه مش محتاج الفلوس عشان بس بيفكر يقول لك لا، هو الموتيف او الدرايف بتاعه في الحركه او الدافع ان هو عايز العب، عارف. وانا التقدير هو مش رايح علشان فلوس اكتر، هو رايح علشان انا بالبلدي كده بلغتنا اتقل مني بعد كل اللي انا عملته لكم ده. هل ممكن صلاح يكون يشوف السيتي؟ لا مش منير بيقول لك تو هور الكاميرا، مش يرجع ايطاليا. ممكن لا مفيش نادي في روما تاني مفيش نادي في ايطاليا هيعرف يستحمل مرتبه. موبيلي مش عارف 38 سنه، دي ماريا ماشي. بس انا عندي سؤال واضح وصريح، هل مفيش نادي في ايطاليا هيستحمل؟ طيب سؤال تخيلوها وخد 5 ثواني تركيز، وحتى راجع احطها لك كده سلو موشن. هل تقدر تتخيل دوكو، هالاند، صلاح وتحتهم مرموش او وات ايفر، تخيلها معايا مين هاف رايت في السيتي دلوقتي؟ مين بيلعب في الحته دي مميز؟ راين شاركي. سيبك من راين شاركي. راين شاركي او سافينيو رايت وينج سيتي، توتنهام عايزينه بصرف النظر دي مش انا ما اعتقدش. انا بسال سؤال وهم قادرين ماليا ياخدوا صلاح بكره الصبح. حلو، ممكن يروح بي اس هالاند، هالاند، محمد صلاح، تتخيلوها؟ جوارديولا بيحبه ممكن يجيبه عادي. طيب جوارديولا بيحبه ممكن يجيبه، انت رديت الرد ده. انا هسالك سؤال تاني، هتقول لي صلاح هيبص لحته ليفربول ومان سيتي والجمهورين، زمالك اهلي زمالك، طب ما هو انتوا رميتوه، انتوا اللي انكرتوا كل اللي انا عملته لكم، فساعتها ما حدش يقدر يلوم.
هتقول لي طب ما ارنولد راح مدريد والجمهور شوف عمل ايه ومسح صوره من الشوارع في ليفربول، بس في ده بلد غير بلد البلد. تانية، بلد تانية عمل كده، بالظبط. ما بالك بقى لو كان ارنولد راح السيتي؟ صلاح دلوقتي من حقه يروح السيتي؟ طبعا من حقه يروح في اي حته، ما هو مش اول لعيب ينتقل يعني من نادي للرايفل بتاعه، للخصم المباشر بتاعه. انا حاسس ان هو ممكن يعني صلاح البرايس تاج بتاعه عالي، مرتبه عالي، مفيش فرق كتير هتعرف تتحمل سيتي. المرتب ده. عندك لا، في سيتي، فرق عندك كريستال بالاس يقدروا يدفعوا، بس هو مش لا، عارف لا. كريستال بالاس هي اداره نيوكاسل ممكن يدفع. نيوكاسل سوري مش كريستال بالاس، نيوكاسل يقدر يدفع، نيوكاسل. بس مش هو مش هيروح نيوكاسل اكيد. ما هو برضه صلاح يعني بدماغه عادي جدا ممكن اشوف صلاح في الارسنال. مش عارف. بص انت أنا متخيلها؟ فكرت فيها، انا مش عارف انا مش عارف ما كناش اشوفه. متخيلين ان هم يروحوا انديه ثانيه. انا مش عارف انا وانت أشوفه. بالذات مش عارف اشوفه في تيشيرت تانية. يعني انا مش عارف اتخيله. يعني انت لما قلت ارسنال دلوقتي انا ما عرفتش اتخيله في تيشيرت ارسنال بيلعب مع ارتيتا وبيلعب جنبه بقى. هيلعب مكان مين؟ هيقعد ساكا يعني، لا مش هيلعب ساكا. فهيتوظف في حته جديده. طيب